شلون لاعب ما أخذ فرصته ويا المنتخب العراقي، واليوم نشوف أندية مصرية كبيرة وعلى رأسها النادي الأهلي المصري اللي يعتبر أحد أفضل الأندية الأفريقية تراقب هذا اللاعب. نجمنا العراقي بيتر غورغيس رجع يتصدر الأخبار بعد ما طلعت تقارير تتحدث عن اهتمام عدد من الأندية المصرية بالتعاقد مع هذا اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة. الكل يعرف والمثير أكثر أنه بيتر غورغيس كان هداف الدوري العراقي للموسم الماضي وقدم مستويات لافتة واللي خلى أنظار الأندية المصرية تتجه له، لكن كل هذه الأرقام والتألق اللاعب ما حصل على الفرصة الكافية ويا المنتخب العراقي، وهذا الشيء خلى الكثير من الجماهير تتساءل هل كان بيتر غورغيس يستحق مكان أكبر ضمن خيارات المنتخب، وخصوصا هو دا يلعب بالدوري العراقي وأرقامه ممتازة. بس إذا الأهلي المصري فعلا حسم الصفقة، هل راح يثبت بيتر غورغيس إنه واحد من أفضل المهاجمين أو الأجنحة العراقيين بالفترة الحالية؟ وأنتوا اكتبوا لي بالتعليقات هل تعتقدون إنه المنتخب العراقي ظلم بيتر غورغيس لو فعلا قرار عدم استدعائه كان صحيح؟